لو عندِك سبانخ قومي حالًا واعمليها بنفس الطريقة، علشان بجد فظيعة، هتنبهري بجمالها لو جربتيها، وهتعتمديها دايمًا إن شاء الله لمّا تجربيها، طعمها ياخد العقل، بسم الله ما شاء الله عليها. هتجيبي بقى أي كمية سبانخ أنتِ حابة تعمليها، هتقومي بقى واخداها وغاسلاها كويس، وبعد كده هتقطعيها تقطيع ناعم جدًا بالشكل ده كده. وطبعًا أنا كنت مستخدمة في الوصفة دي كيلو من السبانخ، ودي كان شكلها بعد ما قطعتها وبقت جاهزة معايا، هنحطها بقى على جنب، وتعالوا بقى نحضّر لها الصلصة بتاعتها الجميلة. هنجيب حلة على النار هانزل فيها بشوية من الزيت، وهننزل ببصلاية متقطعة إلى مكعبات صغيرة جدًا، وهنشوح البصل بتاعنا الجميل لغاية لما يدبل معانا، وهنقوم نازلين عليه بعصير الطماطم، طبعًا دي طماطم عادية ضرباها في الخلاط ونزلت بيها على طول، طبعًا انتوا لو حابين تصفوها دي حاجة ترجع لكم انتم، وسِبت الطماطم لغاية لما استوت معايا تمامًا، وقمت بقى نازلة عليها بالسبانخ بتاعتنا الجميلة زي ما انتم شايفين كده، وقمت جايبة المعلقة وحاولت أنزّل السبانخ بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وقمت مغطية عليها بغطا الحلة وسِبتها على درجة حرارة هادية. طبعًا زي ما إحنا عارفين إن السبانخ فيها نسبة كده من السوائل، فأنا عايزاها تنزّل المَيّة بتاعتها، وأهم حاجة تسيبوها على درجة حرارة هادية علشان تنزّل المَيّة بتاعتها الجميلة، لو عليتوا عليها النار هتنشف معاكم بسرعة، فأهم حاجة تهدّوا عليها النار تمامًا، وبعد مرور 5 دقايق هتقلّبيها كده تقليبة جميلة مع الصلصة، وفي الوقت ده ممكن تضيفوا معلقتين من الرز الأبيض هتغسلوه وهتنزلوا بيه على طول، بس بكل صراحة أنا منزلتش بيه علشان ما باحبش أحط الرز مع السبانخ، أنا باحب آكلها كده بتبقى جميلة جدًا، بس انتوا لو بتحبوا تضيفوا رز هتضيفوا رز، وبعد كده هتنزلي عليها بالشوربة طبعًا لو عندك شوربة لحمة هتنزلي بيها أو فراخ، أو لو ما عندكيش شوربة خالص هتضيفي مكعبين من المرقة، وطبعًا أنا هنا استخدمت شوربة لحمة علشان بجد بتخلّي طعمها في حتّة تانية خالص، ولو عندِك كده مكعبين من اللحمة المستوية هتحطيهم في قلب السبانخ، بجد فظيعة، وهتقومي نازلة عليها بالتوابل، طبعًا أنا هنا استخدمت ملح، واستخدمت شوية من الكمون، وشوية من الفلفل الأسود بس، ما باحبش أكتر توابل عن كده، وقمت مقلباها تقليبة كده بسيطة، وغطيت عليها وسِبتها على درجة حرارة هادية، وتعالوا بينا نعمل لها الطشة اللي بتخلّي طعمها في حتّة تانية خالص، هتجيبي طاسة على النار هتنزلي فيها معلقتين من السمنة البلدي، ونُص معلقة من التوم المفروم، وهتنزلي كده حوالي معلقتين كبار من الكزبرة الخضرا، بجد بتخلّي طعم كده للسبانخ بتاعتِك فظيعة، وهتشوحيها كده تشويحة حلوة حوالي 3 دقايق كده أو 4 مع بعض لغاية لمّا تدبل معاكِ وتبقى بالشكل ده، وهتقومي واخداها ونازلة بيها على السبانخ، بسم الله ما شاء الله عليها، بتخلّي طعمها وريحتها تجنن، زي ما أنتم شايفين كده حاجة في منتهى الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله عليها، هتنزلي بيها كده على السبانخ وهتقلبيها كده تقليبة حلوة، وبكده السبانخ بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة معانا، هتسيبيها تغلي غلوتين مع بعض وبكده هتقدموها وبألف هنا ليكم، بجد فظيعة، طعمها في حتة تانية خالص، لو جربتيها بنفس الطريقة كده بجد هتعشقيها، وزي ما قلت لك انت لو حابة تضيفي رز بتضيفي معلقتين من الرز، بسم الله ما شاء الله عليها وبألف هنا ليكم، ودي كانت وصفتنا النهاردة البسيطة الجميلة، يا رب تكون عجبتكم وبألف هنا ليكم. ما تنسوش بقى تزورونا على الصفحة وتشوفوا الوصفات الجميلة اللي أنا عاملاها معاكم، وصفات سهلة جدًا وبسيطة وعلى قد الإيد.